السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم شيوات الساخي، كنتمربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم البنات بغيت نشارك معكم البريوات بواحد الحشوه كتجي البنات معلكه وكتجي غزاله بزاف. يعني الاجواء ديال رمضان باقيين، يعني الناس كيصوموا. هاد الشوال اللي بقات ليها الورقه ديال البسطيله دير هاد البريوات هادو كيجيو البنات غزالين وكيجيو رائعين ومعلكين. قبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير ما تنساوش دعموا القناه ديالي، ديروا لايك وتشتركوا فيها وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم. الله يجازيكم بخير ويعطيكم كل ما تمنيتوا. بالنسبه للبنات هنا الحشوه كنحتاجو هنايا واحد 4 البصلات مشلضين، هنا قزبر معدنوس، شويه ديال الثومه، هنا عندي الكفته ديال البكري، تقدروا ديروا اي كفته بغيتو نتوما، هنا عندي الشعريه الصينيه. بالنسبه لهنايا عندي واحد شويه ديال التحميره، شويه ديال السكيجبير وشويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملحه. هادشي اللي كاين البنات. هنا غادي نحتاجو واحد جزره محكوكه كنحكوها. وصدقوني البنات هاد الحشوه هادي راه كتجي غزاله وكتجي معلكه. وغادي نضيفوا ليها حتى كطيب، غادي نضيف ليها الفرماج المثلث. بالنسبه اللي كيبغي الحار يضيف واحد المعلقه ديال الهريسه، انا ما درتش الحار. هنا غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت الروميه. هنا غادي نديرو البصله البنات خصكم تشلضوها مزيان، يعني ما خصهاش تكون غليظه. وغادي نديرو هذيك الكفته. هنا غادي نضيفو داك خيزو اللي حكينا، كيعطي واحد التعليكه زوينه بزاف لهاد الحشوه. بالنسبه للبنات هنايا درت هاد الحشوه شويه كثيره، ملي طابت فرقتها على جوج، نص درت ليه الرز مسلوق ونص الاخر ضفت ليه الشعريه الصينيه. صدقوني البنات كتجي واحد الحشوه اللي كتجي معلكه وكتجي غزاله. صافي. وهنا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الصوجه كما كتشوفوا. صافي. هنايا بعد ما كندير التوابل ديالي غادي نخلط هادشي مزيان. هنا غادي نشحر هادشي كامل البنات، غادي نديه فوق البوطه حتى كطيح لي ديك البصله وكيتشحر هادشي وكيولي معلك. ونتلاقى ان شاء الله معكم. هنا شفتوا البنات بعد ما شحرت هذيك البصله مع الكفته كتجي معلكه. غادي نضيف ليها 3 المثلثات ديال الجبن، تقدروا ديروا الجبن اللي بغيتو نتوما. هنا البنات كنضيفوا الفرماج على الحشوه اللي كتكون سخونه وكنخلطوها مزيان كما كتشوفوا معايا باش كتعطينا هذيك التعليكه. نتوما ديروا فرماج حمر او الفرماج اللي بغيتو نتوما. هنا كنجيبوا هذيك الشعريه الصينيه كنرقدوها في واحد شويه ديال الماء سخون وكنضيفوها لهاد الحشوه هذه، كنخلطوا كل شيء. فيه هنا الحشوه ديالي كنخليوها حتى كتبرد مزيان وغادي نعمروا بها البريوات. غادي نمشيو باش نوجدوا الورقه. هنا البنات غادي نجيبوا الورقه ديالنا، غادي نقطعوها كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للبنات الحجم ديال الورقه تقدروا تقطعوها الا بغيتوا البريوات يكونوا كبار تقدروا تقطعوها كبار، والا بغيتوا يكونوا متوسطين تقدروا تقطعوها متوسطين. انا قطعتها على شكل متوسط باش يجيوني شويه صغار وكيجيو في الشكل ديالهم زوين. وبالنسبه للبنات هاد البريوات هادو راه ما كنحتاجوهمش غير في رمضان، راه نقدروا هاد الحشوه هادي نديروا فيهم بسيطلات صغار ونعمروهم، راه كيجيو بنان بزاف البنات والله العظيم حتى كيجيو رائعين. ها نتوما شتيو. وغادي نشارك معكم الطريقه اللي كتكون سهله باش تطويو البريوات ديالكم. هنايا البنات انا عمرت البريوات ديالي شويه، نتوما تقدروا ديروا غير شويه ديال الحشوه. هنا كندهن بواحد شويه الزيت غير باش تجيني ديك الورقه رطبه ما تجينيش قاصحه. صافي. وغادي نحاول نطوي البريوات ديالي. غادي هنايا غادي نقرب لكم شويه. ها نتوما الطريقه راه كتجي سهله
والطويه حتى هي راه ساهله بالنسبه للبنات. بالنسبه لهنايا راه تقريبا الناس كاملين كيعرفوا يطويو البريوات، ولكن انا كنهضر مع هذوك البنات اللي يلاه كيتعلموا اللي ما كيعرفوش يطويو البريوات. ها انتم الطريقه راه كتجي ساهله والحشوه كتجي بنينه بنينه بزاف. لينا هذيك الحاشيه في الاخر كنخشيوها. هنا البنات ما كنلصقوا لا بالدقيق لا حتى شي حاجه، راه ما كتحل ما كيطرى ليها والو. ها نتوما شتيو راه الطويه البنات كتجي ساهله. كنديوها اليمين اليسار، وهذيك الشيء اللي كيشد لينا في الاخر كنحاولوا اننا ندخلوها وكنحطوها. كنتمنى انكم فهمتوا معايا هاد الطويه هذه. راه ما كنزربش هنا، ما زربتش البنات الفيديو باش تبان لكم الطريقه. ها نتوما كنحاولوا اننا ندفعوا هذيك الحشوه باش ما تخرجش لينا، وكتكون في نفس الوقت البريوه ديالنا كتكون شويه مزيره ما كتحلش لينا. صافي ها هي. هنايا البنات غادي ندوز باش نشارك معكم السيجار بطريقه اللي هي سهله. هنا كناخذوا الورقه ديال البسطيله كنقطعوها على 4، وهاد الشكل البنات هاد الطريقه كتعطي واحد الشكل زوين للسيجار ديالنا. ها نتوما راه كتجي البنات تقطيعه ساهله. صافي هنايا بعد ما كنكمل التقطاع ديال الورقه ديالي غادي ندوزو باش نشكلوا السيجار ديالنا. هنا بالنسبه لبنات الورقه كتاخذوا الورقه اللي كتكون مزيانين ما كتهرش. هنا كندهن بواحد شويه ديال الزيت وكندير هذيك الحشوه ديال الرز. صدقوني البنات لا ديال الشعريه الصينيه ولا هذه ديال الرز كتجي غزاله. بالنسبه للكفته تقدروا ديروا الكفته ديال الدجاج، الكفته ديال البيبي، وراه البنات كتعطيكم من نفس النتيجه. وتقدروا ديروا حتى ديال الحوت. هنا صافي غادي نجمعها. وبالنسبه للبنات هذا السيجار هذا غادي نلصقو بواحد شويه ديال الدقيق هو، حيت كيكون كنخافوا ليه يتحل لينا. اما البريوات راه كيكونوا مجموعين ومزيانين ما كيتحلوش. ها انتم شتيو. وصدقوني المهم البنات انا كنتمنى ان هاد البريوات ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالدعم ديالكم للقناه ان شاء الله. صافي ها نتوما كما كتشوفوا كنحاولوا نزيروهم، ونقدروا نديروهم كبار نقدروا نديروهم صغار. انا درتهم على هذا الحجم هذا. كيجي هاد الحجم كيجي زويون وكيجي غزال. هنا البنات بعد ما كنكملوا البريوات ديالنا كنحطوهم في شي سبيره كنخليوهم كنسدوا عليهم كنحطوهم في المجمد كنخليوهم البنات وقت ما بغيناهم راه كنخرجوهم وكنخليهم حتى كيطلقوا وكنقليوهم ولا كنديروهم في الفران. هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم